ليه أوقات بتحس إن الموقف ده حصل لك قبل كده؟ عمرك كنت ماشي في يوم عادي وفجأة يجيلك إحساس غريب، أنا حاسس إن أنا عشت اللحظة دي قبل كده، نفس المكان، نفس الكلام، نفس الحركة، كأن المشهد بيتعاد، مع إنك عارف إن ده مستحيل. الإحساس ده اسمه الديجافو. السؤال بقى ليه ده بيحصل؟ هل ده معناه إنك شفت المستقبل ولا مخك عمل معاك خدعة ذكية؟ خلينا نفهمها لأن تفسيرها العلمي أغرب مما الناس فاكرة. أول حقيقة المخ مش بيسجل حياتك زي كاميرا، المخ بيبني الواقع في اللحظة خطوة بخطوة وبسرعة كبيرة جدا، وأحيانا السرعة دي بتعمل لخبطة صغيرة في الإحساس بالوقت. في تفسير علمي مشهور بيقول إن المعلومة ممكن تدخل جزء في الدماغ مسؤول عن الإحساس بالألفة قبل ما تدخل جزء الوعي الكامل. يعني بدل ما تحس إن اللي بيحصل جديد، تحس إنه قديم، كأن دماغك بتقول استنى أنا عارف المشهد ده، مع إن الحقيقة إنها اتسجلت من جزء من الثانية بس مش من سنين. في تفسير تاني قوي إن الديجافو بيحصل لما المشهد الحالي يشبه حاجة قديمة في ذاكرتك، بس مش لازم ذكرى واضحة، ممكن يكون نفس الإضاءة، نفس ترتيب المكان، نفس زاوية النظر أو نفس نغمة الصوت، تشابه بسيط جدا، لكن المخ بيلقطه بسرعة عالية جدا فيعمل علامة داخلية تقول ده مألوف، لكن من غير ما يطلع لك المصدر، لأن المصدر نفسه مدفون وسط ذكريات كتير. يعني الديجافو مش ذكرى كاملة، دي إشارة تشابه من المخ. الغريب بقى إن الديجافو بيزيد مع قلة النوم والإرهاق والضغط العصبي، لأن المخ لما يتعب تمييزه بين ده جديد وده مألوف بيبقى أقل دقة. في النهاية الديجافو بيقول لك حقيقة مهمة جدا، إحساسك بالواقع مش الواقع نفسه، ده ترجمة مخك للواقع. والسؤال الأخير اللي يفضل معاك، لو مخك يقدر يخلي الجديد يبدو قديم، يا ترى كام مرة خلاك تحس بحاجة تانية إنها حقيقية وهي كانت مجرد إحساس؟ لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة، ونشوفك الحلقة الجاية.